السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في قناة إم&إن. تابعوا معايا أجمل فيديوهات عن الموضة. هدفي هو تقديم المساعدة لكل محجبة لاختيار الستايل الخاص بها لتتميز به عن غيرها. تذكري دائما أن البساطة هي سر الأناقة. السواريه مش بس فساتين، ممكن يكون ليه بدائل تانية أنيقة وجذابة ومناسبة للحجاب وكونك محجبة. ونظرا لأن السواريه أساسي للسهرات والحفلات، سواء كانت زفاف أو خطوبة لحد من الأهل أو الأصدقاء، فانتي بتكوني مضطرة للبس حاجة ملائمة للمناسبة اللي انت هتحضريها. ودايما التفكير بيروح للفستان السواريه اللي مفيش خلاف عليه وعلى أهميته. لكن في بعض الأحيان بتكوني عايزة تغيري الستايل، وده لعدة أسباب. لأن مثلا الفستان السواريه بيكون سعره عالي وبيتلبس مرة أو اتنين، بعد كده مش بيتلبس تاني. حتى لو فكرتي انك تأجري فستان سواريه من اتيليه، فحاليا الأسعار بقى مبالغ فيها جدا، خصوصا مع موجة الغلاء اللي احنا بنعيشها. فأصبح الحل الأمثل انك تختاري موديل مناسب للحفلات، وفي نفس الوقت تقدري تخرجي بيه خروجة مسائية بكل أريحية وسهولة، يكون شيك وأنيق ومناسب للحفلات ومناسب كمان للخروجات بعد كده. المبلغ اللي هتدفعيه في اللبس هتقدري انك تستفيدي بيه استفادة كاملة، مش مجرد مناسبة وخلاص وشلنا الفستان في الدولاب. للسبب ده انا بعرض عليكي في الفيديو ده مجموعة موديلات تقدري تقتبسي منها افكار تناسبك وتناسب ذوقك وشخصيتك. زي ما بنشوف مع بعض، ممكن ارتداء بنطلون كلاسيك مع بلوزة مناسبة. ممكن تكون البلوزة من القماش الستان أو الحرير، وتكملي الستايل بحقيبة كلاتش لامعة وحذاء كلاسيكي واكسسوار مناسب. أو إن يكون البديل جيب كلوش أو دبل كلوش مع بلوزة من الستان الناعم أو الحرير. كمان الجيب الصك مع بلوزة لامعة، وبكده تقدري تلبسي الجيب في خروجاتك النهارية وتستفادي بيها بعد كده، مش هيقتصر الأمر على حفلة وبس. كمان الدريس الستان السادة أو المشجر ترند جدا الفترة دي، ومناسب كمان للحفلات والخروجاتك بصفة عامة. كمان في موديلات من الدريسات المصنوعة من الأقمشة السادة تقدري تفصليها بكل سهولة، وأقمشة بدون لمعة بتصلح للخروجات النهارية وأنيقة جدا. تقدري تضيفي لأي موديل الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم قبل كده، وتقدري تحولي بيهم أي موديل للسواريه، وهما الشنطة السواريه والشوز الكلاسيك السواريه أو الهيلز، وكمان الاكسسوار المناسب. مش عايزين ننسى كمان الجيبة البلاسيه الستان السادة منها والمشجرة، أو كمان الجيب المصنوعة من التل مع بلوزة ناعمة من الحرير وحجاب مناسب. كمان الجيب الجليتر ترند جدا الفترة دي. الجيب الجليتر جيب لمعة، تقدري تنسقي معاها بلوزة ستان سيمبل تكون بسيطة. كمان لو اتكلمنا عن الألوان، هنلاقي ان اللون التايجر من القطع الجميلة جدا اللي بتمشي معاكي سواريه، وتقدري تلبسيها كمان في أي وقت. كمان مش عايزين ننسى حاجة مهمة جدا، وهي السوت النسائية أو البدلة بكل أشكالها وموديلاتها الحديثة، تقدري تمشيها معاكي سواريه. الجامب سوت كمان من القطع المميزة، سواء كان من القماش الستان أو قماش الحرير الناعم، ويكون بقصة أنثوية مناسبة للحجاب. كمان البنطلون اللامع الواسع مع بلوزة سادة وهادية برضو من القطع المناسبة جدا للسهرات وبالنسبة للمحجبات. مش عايزين ننسى كمان العباية الخليجية، ولها نصيب كبير معانا، خصوصا ان امهاتنا وسيدات كتير بيحبوا يحضروا بيها المناسبات والحفلات، وهي فعلا قطعة قيمة جدا. بس لازم تحسني اختيارها تكون مناسبة للحفلة او السهرة اللي انت هتروحيها. من الآخر ما تصعبهاش على نفسك، وسهلي على نفسك الاختيار، وافتكري دايما ان كل ما هو بسيط أنيق. وأخيرا، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، ولو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.